أسألكم بالله، الجيش بالبرازيل فاطمة يلعبون كورة أحسن من المنتخب الوطني حقنا. شاهدوا هذا الدجي بالبرازيل فاطمة تلعب كورة أفضل من المنتخب الوطني حقنا. يا إخواني حسن نفسكم يا إخواني، معانا ناشئين أنجى منتخب الناشئين الذي كان استلمنا أبو الكاس مع قيس محمد صالح، والمنتخب الناشئين اللي بعدها والوطني مدري ما، هذا جالس عادته القديمة. أكثر شيء يفرحنا إنه نخسر من دولة ب2 أهداف ونخرج 0-0 طول عمرنا. يا اخواني اشتي مرة واحدة نتأهل في كأس العالم بهذا المنتخب، مرة واحدة نتأهل يا اخي. امام النيبال تهزمها 2-0 2-0. النيبال تهزمها في الدور الاياب او الذهاب 2-0. والله قتلتونا بهذه النتيجة، فرحتوني جدا، هزمنا النيبال ب2-0. هذه فرحة بالنسبة لنا من المنتخب الوطني، فرحة يعني وعميقة جدا انه استطعنا نهزم منتخب ب2-0، ولا دائما احنا مهزومين. انا لا اقول ذلك تقليلا بالمنتخب، ولكن الرجاء الاهتمام والرعاية باللاعبين. يا اخواني احنا شعب يمني نحب كرة القدم ونحب نفرح بمنتخبنا، نحب لما نسدد. يا اخواني احنا ناخذ غرب اسيا نشعل الدنيا، تولع الدنيا نار والله. بس اخذنا غرب اسيا يعني مش الكاس الكبير، شعلنا الدنيا. لو بس نتأهل لربع النهائي حق كأس العالم أكيد إنه الدنيا كلها بتولع وما في ربع النهائي حتى لو ما أخذناش الكاس. وآخر شيء يجي منتخبنا هذا يقتل طموحاتنا من البداية، بالرغم إنه المنتخب العماني أرى إنه كان المنتخب البحريني المنتخب البحريني كان سهل المرد، وركلة جزاء كانت ربما، أنا لا أزعل من تسديد الركلة كانت جميلة يعني، اللي مزعلني إنه اللاعبين ما يجروش بعد الكرة بعد ما صدها الحارس، زعلني جدا يعني. كانت امامنا بطاقه التاهل يعني سهل نقول النيبال، بالرغم انا كنت يعني حتى لو فزنا على البحرين ما كنت متوقع مجهود من المنتخب اليمني. ان شاء الله التوفيق للمنتخبات اليمنيه، وارجو جميعا الاهتمام بالمنتخبات الشعب اليمني يفرح يا اخي حتى بهدف، نفسنا نفرح حتى بهدف امام دوله هكذا قويه، حتى لو خرجنا خاسرين طبيعي، مش تخرجونا 0 والله اني جريمه بحقنا. طبعا ان شاء الله تحسن في الرياضه، وان شاء الله نراكم في فيديو قادم على موضوع اخر مختلف، يعني مختلف تماما. انا لا احب ان اتكلم عن الرياضه، ولكن حبيت انه انزع ما داخل قلبي، هذا الذي زعلني انه ركلوا ركله الجزاء ورجعت الكره وما حد جري سواها. يا اخي لاعبين ايش تخافوا؟ ايش في المرمى هذا الذي انتم تهجموا عليه فيه تفجيرات؟ يا اخي اضغط على الخصم. الملعب هذا يعني في حزام ناسف، قالوا لكم المرمى هذا في حزام ناسف لا تقربوش. والله تقوى الله يا اخوان، يا الله كرة قدم يا اخي العب بامتياز صح. شوف التأهيل معسكر تدريبي اعداد وتقدم، واسرح العب كورة وانا لا، بس لا نضغط على الفريق كثيرا الوضع حقنا، لكن منتخب فلسطين تغلب على كثير في ظل هذا الوضع. يعني ايش عاد وضع فلسطين يعني احسن من وضعنا؟ ما اعتقد. وسلام.